يا صباح الجمال، يا مساء الجمال من شيماء جمال. اهلا بيكم في قناتي العزيزه المود شيماوي. بليز سبسكرايب لايك قبل ما تشوفوا الفيديو ده لان فيه كلام واعر جوي 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 جوي. تعالوا نكمل بقيه قصه صاحبتي. بصوا يا جماعه، انا صاحبتي لما قلت لها ان انت غلطانه كانت هين عليها ان هي تقوم تلطشني بجد، بس عايزه اقول لكم ان انا قلت لها غلطانه من حاجه واحده بس. انت جواكي نقص، انت جواكي احتياج لحاجه، وحاولتي ان انت تختاري شريك حياتك على حسب النقص اللي جواكي. وانا كنت عامله فيديو بكده، يا ريت تسمعوه وترجعوا له، ان احنا ازاي نختار شريك حياتنا واحنا الامان الداخلي مش جوانا. ازاي نختار شريك حياتنا؟ لازم نشتغل على نفسنا، ولازم نعرف ان احنا داخلين العلاقه دي عشان شريك يكون معانا، مش عشان شريك يكمل نواقصنا، عشان شريك يشاركنا حياتنا. لو الفكره دي انت حطيتيها في دماغك كده مش هتختاري، ما افتكرش هتفضلي قاعده مستنيه لحد ما تختاري شريك يشاركك مش شريك يكملك. صاحبتي غلطت في انها اختارت شريك يكملها. طيب ايه اللي حصل يا شيماء؟ اللي حصل كالاتي، ان بعد ما الاستاذ مد ايده عليها وبعد ما الاستاذ خانها من اقرب ناس ليها ومن ابعد ناس عليها وكده، وكان عارف ان نقطه ضعفها الخيانه، وكانت مكلماه عليها ان هي ممكن تسيبه في اي وقت لو حست ان مش هي اول واحده في حياته. قعدت تتكلم معاه وتقول له قول اللي ناقصني، قول اللي فيا عايزه، قول لي ايه اللي عاوزه فيا. وكلمتني وانا واثقه من صاحبتي دي انها لا بتلف ولا بتدور. صاحبتي دي يعني انا بالظبط كده مرايتها يا جماعه بجد، فانا واثقه في كل كلمه بتقولها، بالرغم ان انا شفت برضو جوزها قدامي ربنا يصلح حاله، مش هنتكلم عنه، بس انا بتكلم على الكلام اللي هي قالته لي. بصوا، حاولت كتير، كانت بتحاول، ولكن للاسف كل مره كانت بتنجح. اسف وتنجح، اصلا مش هقدر اقول لكم انها كانت بتفشل، لان انتوا عارفين انا ما عنديش في حياتي منطق الفشل ده خالص. كانت بتنجح انها كانت بتشوفه على حقيقته، كل موقف بيحصل منه كانت بيبان على حقيقته، ولكن هي يا حبيبتي كانت عميانه، اصلها كانت عايزه تعيش وتكمل. عدى يوم 2/10، عدى شهر 2 3، بدأ اخونا يقول لها ايه؟ انت بتقبضي كام؟ ما تجيبي مرتبك على مرتبي، ما تحطي المرتب على المرتب ده. صاحبتي ما كانتش بتتكلم هي بتاكل ايه ولا بتشرب ايه، ولا كنا نعرف اصلا عنها حاجه، لان كانت اخر حاجه هي كانت ممكن تفكر فيها موضوع الاكل ده يا جماعه. مع العلم ان كان معاها بنتها وكان باباها بيدفع لها نفقه، فكانت النفقه دي لبنتها وكان برضو بتتحط في البيت. المهم ساعتها صاحبتي استغربت ليه؟ لان كان اتفاقه معاها من الاول خالص قبل ما يدخل حياتها ويدمر عقلها كان ايه؟ مرتبك يا حبيبتي ده بتاعك انت، ده فلوسك، ومرتب بنتك او نفقه بنتك بتاعتها برضو. صاحبتي على كده قبلت بالجوازه في حاجات كتيره قوي. هي كانت داخله على كلام موزون عقليا، لما دخلت العلاقه لقت الكلام ده مختفي جدا، ده عكسه اللي بيحصل. بدأ صاحبنا يكلمها في المرتب، بدأ يكلمها هتحطي فلوسك على فلوسي، بدأ يكلمها ان كل ما صاحبتي تجيب حاجه لنفسها اللي هو اصلا من حقه عليها ان هو يجيب لها الحاجات دي. مع العلم ماشي انت مش مقتدر، او بمعنى اصح انت بتجيب حاجات في البيت ولكن دي التزاماتها الشخصيه انت ملزم منها، بس هي بتجيبها وما بتقولكش عليها. وكان برضو مش عاجبه الاستاذ، انت ليه بتجيبي لنفسك؟ ما تجيبي حاجات في البيت اهم من الاخر. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الراجل لما بيدخل في حياه الست بيعليها وبيزودها، مش بينقصها ويجيبها الارض، مش بيبص لها في مرتبها ولا فلوسها ايا كان المرتب اللي هي بتاخده حتى لو اعلى منه. من كرم اخلاقها صاحبتي كانت بتصرف وكانت بتحط ومن غير ما تقول، وكانت الدنيا ماشيه. بس لما بدات تحس ان هو بيركز معاها وبيركز في كل تفصيله قرش هي بتاخدها او بتعملها كان بيحاسبها عليها، واديني الفلوس كل شهر وانا همشي البيت. بديك الفلوس ليه؟ لما هي كانت اصلا بتجيب حاجات في البيت من غير ما تقول له. بس هي للاسف انا قلت لها برضو الغلط التاني، ان كانش من حقك ان انت تصرفي جنيه. طب ما عشان البيت يمشي، عشان البيت فيه عيال، عشان البيت الدنيا تمشي، ولكن هي كانت ممشيها بالبركه، تؤجر عليها. بدأ صاحبنا يشن عليها في كل مكان ما بين اهله واهلها،
تفوجئ ان اهلها بتكلمها عشان خاطر تتواصل، وعشان خاطر تدفع، وعشان خاطر انت مش بتساعدي جوزك، وعشان خاطر بدأ الكل يهاجمها. هي ما كانتش بتتكلم، ولا كانت بتكلم ولا تقول ولا تعيد ولا اي حاجه، وكانت ممشياها، ولكن بدأت تتفاجئ ان باباها بيكلمها يقول لها انت عملتي كذا 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 النهارده، انت اكلتي كذا. ده وصلت بيا، ضحكتني في مره بتقول لي ان باباها بيكلمها بقول لها ينفع كده تجيبي علبتين تونه بدل ما تجيبي علبه واحده؟ يا نهار اسود. هي وصلت بيك ان انت كان للاسف لسه متغدي معاها وراح اشتكى لباباها. صاحبها ده، جوزها ده ربنا يصلح حاله، كان واخد الدنيا اللي هو مين اللي يبدأ في الكلام الأول، مين اللي يبان. هو كان عنده الشو عالي قوي على فكرة، كان بيحب يبان ان هو دايما صح وان هو دايما، بس الموضوع ما كانش كده. كلمته كتير وقالت له اقفل عن حياتنا وهنمشي الدنيا مع بعض، وهي كانت ممشي. ولكن للأسف هو كان كل مرة بتنجح فيها ان كان بيظهر على حقيقته. تمام. ما خلصناش من موضوع بقى ان الضرب، ما خلصناش من موضوع الشتيمه، ما خلصناش من موضوع قله الاهانه وقله التقدير في ان هو يقول لها يا مطلقه كل مره، يا فاشله، وقال لها في الشارع يا مطلقه، وخطف ابنها منها. العجيبه وهي بتحكي لي في الموضوع ده يا جماعه، ودي ساعتها صاحبتي حست بانها افتقدت الامان قوي من الشخص ده. حسيتها قوي، كنت حساها جدا. ازاي جوزها اللي هو مصدر امانها بعد ربنا وبعد ابوها يخطف ابنها كده في الشارع ويستخبى منها لمجرد ان هي ضايقته، ولما ترن عليه ما يردش عليها ويقفل تليفونه ويقول لها انا هوجع قلبك على ابنك. صاحبتي برغم كل اللي بيحصل واللي حصل معاها ده ما كانتش بتحكي حاجه لا لاهلها ولا لاهله، واللي كانت بتحكيه ان هي عايزه تحس بس بان هي الوحيده في حياته. ولما حكت عن نجاسه، قرف بيحصل، ولما اتكلمت الكل قال لها ايه المشكله، وهو اول واحد قال لها ايه ما كل الرجاله بتخون، جت عليا انا. طب يا ابني الناس انت اخترتها ليه لما انت عارف ان ده مصدر منتهي عندها، لما انت عارف ان هي ما بتقبلش بحاجه زي كده؟ ولكن قال لها في الاخر ده تحدي، مش انت كنت رفضاني في يوم من الايام يا فاشله يا مطلقه؟ عايزه اقول لكم وانا بكلمكم دلوقتي انا حاسه بصاحبتي جدا. هي صاحبتي تعافت الحمد لله وتشافت، وقريب قوي هعرفكم عليها، هجيبها لكم معايا في القناه. تمام. اللي عايزه اقول لكم عليه يا جماعه ان احنا كتير بنقع في ناس مؤذيه. ممكن احنا اللي نكون مؤذيين لنفسنا، ممكن احنا اللي نأذي قلوبنا. ان ربنا بيورينا الاشخاص على هيئه مواقف، على فكره وما كان ربك ظلاما للعبيد. ربنا قد ايه بيبعت لنا علامات بس احنا مش بنشوفها قدامنا، علامات فعلا عشان يقول لنا اذا كان الشخص ده ينفع ان انت تتعاملي معاه وتمشي معاه، واذا كان لا. قلبك بيحس وعقلك بيفكر، لكن قبل ما تفكري لازم تعرفي تقرري ولازم تعرفي تختاري. كتير بنقع، بس اهم حاجه ان احنا ما نقعش بين المره 3 و10. صاحبتي الحمد لله دلوقتي بتتشافى وبتتعافى وما شاء الله عليها، مشت الدنيا وماشيه معاها وماشيه مع اولادها. معاها ولد وبنت ما شاء الله، ربنا يجعلهم سندها يا رب. وعايزه اقول لكم كمان ان يعني ما شاء الله وصلت لمركز هي ما كانتش تتوقع قوي انها توصل له، وصلت لمكانه، وصلت لنفسها، اكتشفت نفسها من اول وجديد، وعرفت نفسها وقدرتها. وده اللي انا جايه اقول لكم عليه. سيبكم من كلام، سيبكم من مواقف. اكيد في كل واحده فيكم بتمر بكل موقف ممكن يكون اصعب من حياه صاحبتي اللي عاشتها، بس لما صاحبتي وصلت نفسها عرفت تقرر هي عايزه ايه ومش عايزه ايه. اشوفكم تاني باذن الله. سبسكرايب للقناه، ومش هننسى ان شاء الله مواقف صاحبتي، وهرجع لكم تاني. سلام.